تونسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيس معالج من نيويورك. توا حبيت نعمل الفيديو هذايا لأنه عندي خبر سخون 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 مزاك يخرج من الكوشة. منذ قليل يتصل بي عبد المجيد بالعيد على الجوال متاعي، وشنو يقول بالحرف الواحد: يا قيس اسكت واللي تحب الله يبارك. فرديت عليه قلت له اكيد، يعني اللي نطلب توفره لي. قال لي اللي تطلب توفره لك واللي تقوله انت احنا موافقين عليه. جاوبته قلت له: يا عبد المجيد، انا ما نتشراش بالفلوس، والشعب التونسي مطالبكم بصور الجثة قبل وبعد التشريح، وكذلك بتقرير الطبيب الشرعي للتشريح، وهذه الحاجة الوحيدة اللي أنا طالبها والشعب التونسي كل طالبه. ونحن متأكدين أنه شكري بالعيد اغتياله ما هي إلا مسرحية، واللي تقتل هو كمال القلقالي. هذه باش نطيوها بالصفحة ونأكد له: يا عبد المجيد بالعيد، قيس ما يتشراش بالفلوس وحاجتي فقط بالحقيقة. ثانيا، كما تشوفوا الشعبية متاع الحزب متاع شكري بالعيد مطالبين ويعملوا في مسيرات شكون قتل شكري بالعيد باهي، وفي هالمسيرات هذه يتهجموا على شكون؟ على الطبقة الشعبية متاع حركة النهضة والأحزاب الإسلامية الثانية باهي. توا المساج اللي مش نتوجه به هو الشباب حركة النهضة: انتم مش أغلبية؟ انتم مش في تونس أغلبية؟ طيب انتم شفتوا تصاور تاع شكري بالعيد مقتول؟ ما شفتوش. علاش ما تطالبوش بالتصاور؟ علاش مش كل واحد عنده باج على الفيسبوك ولا عنده يقعد في القهوة ولا يمشي لأي اجتماع ما يطالبش بصور الجثة لشكري بالعيد؟ توا 11 مليون تونسي ما شافوش تصاور في عصر يعني التليفونات كلها فيها كاميرا، في عصر فيها يعني الانترنت، يعني كل واحد يعمل يشرجي تصويره ديريكت يبعثها على الفيسبوك. ما شفناش تصاور. سامحوني العلم طاح، اما ان شاء الله ما تطيحش على راية تونس. لذلك المطلوب هي صور شكري بالعيد قبل وبعد التشريح، وهذا الشيء الوحيد اللي يقهر العائلة ويقهر من خطط ومن نفذ ومن روج لهذه الكذبة في حق الشعب التونسي. وجوابنا الكل لعبد المجيد بالعيد وقت اللي يقول أنه أنا عندي تصاور ونحن شفنا في دار الوالد وهذا أمر ما يهم إلا العائلة، ونحن جوابنا نقولوا له: لا، هذه العملية اللي يقول المسرحية اللي قاعدين تعملوا فيها أصبحت خرجت من العائلة متاعكم وأصبحت حق عام. يعني أي مواطن تونسي من الرضيع للكهل مهتم بهالقصة هذه ويريد الحقيقة، وحاجتنا بتصاور فورا. ماذا نريد؟ هذه المطالب واللي لازم الشعب كله يطالب بها هي صور الجثة قبل وبعد التشريح. ثانيا، التقرير الطبي للتشريح. ثالثا، أشكون تدفن في قبر شكري بالعيد. إذا جاوبتوا على هذه وقتها نمشيو أشكون الأطراف. وإذا كانوا فما برشا ناس يقول لك ولكن وزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير العدل الكلهم نهضويين. ما يهمناش. نحن نمشيو نشدوا الخيط من الأول، وهي وريونا قبل تصاور نأكدوا أنه صار اغتيال ولا ما صارش، وبعديك شكون وعلاش وهذيك حاجة ثانية. البحث يجيب بعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.